السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ هذا الفيديو بخبر من إيطاليا. عدة مدن إيطالية أغلقت المدارس والمطاعم بسبب الخوف من الإعصار القادم والفيضانات. فيضانات إيطاليا تجتاح الشوارع والمنازل ومخاوف من حصول موجة تسونامي. لكن في البداية لا تنسوا الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولا تنسوا دعم هذا المقطع بالإعجاب. وإذا أردتم متابعة أهم الأحداث والظواهر الكونية فاشتركوا في القناة ليصلكم الخبر الأول موثقا من مصدره. اجتاحت فيضانات إيطاليا الخميس الماضي شوارع منطقة سكاليتا زانكليا التابعة لمدينة ميسينا الواقعة في جزيرة صقلية، وسط مخاوف من حدوث موجات مدعاة تسونامي بحسب ما ذكرته شبكة سكاي نيوز. سببت الفيضانات في إيطاليا خسائر مادية كبيرة. يتوقع الخبراء أن زلزال تركيا وسوريا من الممكن أن يعقبه موجة تسونامي من الممكن أن تصيب سواحل إيطاليا أيضا. انتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها فيضانات إيطاليا القوية التي اجتاحت المناطق الضيقة ومنازل السكان في إسكاليتا، مما اضطر الحكومة الإيطالية بأخذ الإجراءات الاحترازية بإغلاق المدارس والجامعات والمتاحف، حيث شهدت سلسلة من هزات أرضية خفيفة. أعرب سكان المنطقة عن غضبهم تجاه البنية التحتية للمنطقة وأن المنطقة ليست مستعدة لمثل هذه الفيضانات. وذكر خبراء أن العواصف العنيفة أدت إلى حدوث موجة من الفيضانات. معظم مناطق إيطاليا معرضة للزلازل. أضاف الخبراء أن معظم مناطق إيطاليا عرضة للزلازل. تقع البلاد على الصفيحة الأوروبية الآسيوية والصفيحة الأفريقية التي تدفعها نحو البلقان شمالا. وتخشى عدة دول مجاورة لتركيا من حدوث هزات أرضية خلال الفترة القادمة في أعقاب زلزال تركيا وسوريا المدمر الذي تسبب في مقتل آلاف المواطنين. وكانت بعض الدول حدث لها هزات أرضية في أعقاب زلزال تركيا مثل جزر الكوريل في روسيا وكازاخستان. سلم يا رب سلم. نسأل الله السلامة لكل البلدان. فهل بعد كل ما يحدث في هذا العالم من ظواهر وأحداث جسام تجعلنا نخاف الله ونتقيه ونخشاه وندرك أن الله تعالى قد أكرمنا بنعم عظيمة، وهي أننا أمنون وأبعد عنا هذه الأخطار التي هي ليست عنا ببعيد. نسأل الله السلامة لنا ولكم. دمتم في أمان الله.